السلام عليكم جماعة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في هذا الشرح المبسط فيما يخص استمارات KYC لبريد الجزائر اللي راهي دايرة ضجة وبلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ديجا كنت حطيت فيديوهات أخرى، ولكن هذا الفيديو اختاريت أنه نديرو ولكن يكون فيه شرح مبسط للفئات اللي مازال لحد الساعة مازال ما فهموش واش هادشي اللي راه صاري. شوفوا جماعة، كاين اتفاقيات عالمية معمول بها، من بينهم هذه الاستمارات تاع KYC. يعني هذه كانوا دول قبلنا سابقا يخدموا بها عادي، ولكن طونك دخلوا في اتفاقيات مع دول اخرى خلاتهم يفرضوا على الزبائن تاع بريد الجزائر ولا اي بنك اخر يعمر هذه الاستماره. ولكن ما فيها حتى خطوره، كاين بزاف ناس روماركيتهم قال لك تؤدي الى غلق الحساب، واحد قال لك يدوا لي دراهمي، واحد قال لك لا كيفاش ما عليها والو. لي كيف استماره بما فيها كل شيء يبقى سري لبريد الجزائر ولا لاي بنك اخر. يعني نجي اي انسان في البيت تاعك دير فيه كونفيونس، يقول لك شحال عندك دراهم، قول له مثلا انت 2 ملايين. يجيك خوك يقول لك شحال راك مخبي، تقول راني مخبي مليون. والعام اللي فات شحال مجرد اسئله كيستيونير فقط تجاوب عليها، لا اكثر ولا اقل. ديجا انا عمري ما هدرت على غلق الحساب ولا شهريه ما تدخلكش، ولا قلت لكم راح تولي الزاميه من بريمي مارس. يعني هذا الشيء اللي وضحوا بريد الجزائر، قال لك هذه الاستماره تولي الزاميه من بريمي مارس، تولي بالسيف عليك تعمر هذه الاستماره. من بعدها ما قلتلكمش انا ولا اللي ما يعمرهاش غادي يغلق الحساب تاعو، ولا هذه الهضره ما قلناهاش. وهو ايضا تحيين لمعلوماتك، يعني باش تكون الحساب تاعك بكامل الخصوصيه والامان يرفو لازم دير هذه الاستماره. هذه ماهيش حاجه بخطوره كبيره كما راهم يروجوا ليها بعض الناس ومخوفين. يعني صارت بمغالطه بزاف فيها، طابري ما راني نشوف هذو يومين هولت الناس بزاف. هي استماره سهله ما ديرش معاها يا ربي ميم با 5 دقائق تعمرها والسلام عليكم. ماهيش شي حاجه كبيره، حتى وان ما كملتش لي زيطاب تاعها. يعني هي فقط قلنا لكم تحيين معلومات فقط، يعني ما كملتش شي حاجه ولا نسيت شي حاجه ولا فعادي. يعني بريد الجزائر حتى هو راه صرح لكم، قال لكم نورمال حتى ولم تتم إملاء الاستماره بشكل كامل، فبالتالي نورمال ما عندك حتى اشكال. ولكن قال لكم ان لم تتم العمليه، ماشي ما ديرش كاع الاستماره، باسكو كاين بزاف ناس لا اللي قال لك ماشي اجباري. لا، هي هذه الاستماره راهي اجباريه، ولكن اذا عمرت الاستماره ونسيت فيها شي حاجه ولا ما عمرت شي حاجه، فبالتالي قال لكم بريد الجزائر شيء عادي. ونقطه اخرى نوه عليها تاع امريكا دايره اتفاق عالمي كل الدول يخدموا بها، اللي هو واش يقول يعني اذا كان هذا الشخص امريكي او لا. يعني كي يبغي انسان يحل حساب بنكي ولا حساب في اي دوله كانت، يشرطوا عليه هذيك لي بوين يعمرهم. يا هل ترى هذا البنادم امريكي ولا ماشي امريكي، يا هل ترى هذا البنادم عنده يخضع للضرائب تاع امريكا ولا لا. امريكا فرض، يعني اي اجراء كان في التعاملات البنكيه ولا في البريديه على مستوى العالم مفروض يعمروا هذه الاستماره، مفروض يعمروا هذه تاع امريكا وكاع شكل حاجه عاديه، حاجه روتينيه، ما كان حتى تخويف. بسط لكم الامر اكثر من اللازم. ان شاء الله هكا كفيت ووفيت، والسلام عليكم.